انت عارف الوضع اللي احنا فيه. والله احنا كل سنه واحنا طيبين. طيب 119 سنه بطولات، 119 سنه انجازات، 119 سنه عايزين نقفلهم ال 120 والنبي يا جدعان. يعني السنه دي عايزين فيها اي حاجه. والله لا عايزين فيها اي حاجه السنه دي. يعني ما نعتمد. يعني انت دلوقتي يا عم فوز الاربع، مش مطلوب من لعيبه ولا اداره ولا مدرب ولا مطلوب الاربع ماتشات تكسبوا. بس يمين شمال تكسبه. سيبك من اللي هم بيصدروه في الاعلام واللي بيعملوه في الاعلام والحاله اللي هم عايشينها دي ان هم خلاص خدوا الدوري. معلش سيبك من ده كله. اكسب بيراميدز واكسب الزمالك. ما خلاص هيعمل. هو هيكسب ام يكسب ام. هيكسب كل الماتشات وهيخسر ماتش، هيبقى فرق نقطتين في الاخر. هياخد الفرق في الدوري فرق نقطتين. الدوري اللي هم عاملين عليه القصه والفيلم كل ده هياخدوه في الاخر فرق نقطتين. يا عم فرق نقطتين يعني احنا وصلوا خلاص في الاعلام ان احنا ضايعين، ان احنا مش موجودين هيبقى فرق نقطتين في الاخر. لو هو فاز الماتشات كلها ما عدا ماتش الاهلي. يعني مش معقوله هيتعادل ماتش يا جدعان. يعني مش معقوله هيتعادل ماتش او هيخسر ماتش. مش فاهم يعني مش معقول. خلاص ما بيوقفش القطر بتاع الزمالك ده، ما بيوقفش. اعمل اللي عليك، فوز الاربع ماتشات، مش عايزين حاجه تانية. يعني صالح الجمهور في الاربع ماتشات دول. ما تعملش حاجه غير انك تكسب الاربع ماتشات. معلش والله العظيم ما تعملش اي حاجه غير انك تنزل يعني. طب معلش بس الناس اللي هي ان هي مستنيه مثلا الزمالك يخسر ماتش. يعني انا معاك الزمالك يخسر ماتش او يتعادل ماتش غير ماتش الاهلي. طبعا ده بره الحسبان. 3 ماتشات غير ماتش الاهلي يتعادل فيهم ماتش او يخسر ماتش. يعني احنا متاكد من اللعيبه دي هتكسب الاربع ماتشات بتوعها. مش يعني انت هتعتبر الزمالك خسر ام بي بكره يوم الاثنين. الزمالك خسر ام وانت كسبت البيراميدز. طب هو يعني مش هتكسب بعد كده الزمالك. هتكسب بعد كده الماتشين بتوعك. ده انت عندك لسه المصري، والمصري خد بقى خسران 4 من الزمالك. هتشوف انت. طب بيراميدز خسران 1 من الزمالك. هنشوف هتعمل انت. اما الزمالك ما لعبش ولا جه ولا راح ولا مش عارف. ضربة الجزاء يعني عمالين نتكلم في خلاص كفايه مأموريات ومظلوميات وصعبانيات ومؤامرات. ما كفايه. يعني والله كفايه. ولا ضربة جزاء لينا ولا علينا. طب ما سيراميكا كان لينا ضربة جزاء. سموحه الماتش اللي بعدها علينا ضربة جزاء. هتقول لي دي ما غيرتش نتيجة المباراة. وجول الزمالك اوف سايد والزمالك كان ليه ضربة جزاء. بس الناس عماله فرق 5 نقط. الناس عماله تحسب تقول لك ماتش سيراميكا كنا هناخد نقطتين. احنا كنا هناخد نقطتين في الماتش ده كمان يبقى فرق 3 نقط. الماتش بتاع سيراميكا بتاع الزمالك يقول لك كان هو المفروض يخسر يبقى في 3 نقط. يبقى كده فرق ال5 نقط. والله ما بتتحسبش كده. ما بتتحسبش كده. مش عشان ضربة جزاء هنقلب الكون. هو عشان الناس بس احنا بنتجامل هما بيتجاملوا. بيراميدز بيتجامل الزمالك كله بيتجامل في كله. فمش هنيجي عشان ما نعيش الدور بتاعهم بس والحاله بتاعتهم اتبدلت. يعني هما في الحاله اللي المفروض ان نبقى احنا في الحاله دي. واحنا المفروض هما يبقوا في حاله احنا بقينا في نفس. يعني الحالات اتعكست خالص. بيراميدز والزمالك. بيراميدز لما كان بيجي يلعب الاهلي والله العظيم هاني سعيد بقى جده مش عارف. هاني سعيد على جده على مش عارف مين كله على الجهاز الفني على الجهاز الاداري على اللعيب على يشتموا في الاهلي والحكام. وعايزين حكام اجانب. وعايزين كله بيجامل الاهلي. وهنرفع قضيه على الاهلي وهنعمل ضد الاهلي. وهنروح نحتفل بالدوري هبل اللي كنت اللي عمل الاحتفال بالدوري. وهنروح نحتفل بالدوري عشان نغيظ الأهلي. ولا هتزيد شعره في النادي الاهلي. العكس بقى بيحصل مع نادي الزمالك. ليه ما تفهمش؟ يعني ايه المفروض؟ يعني ايه الغيه في كده؟ ما تفهمش. ايه المصلحه ان هم يبقى 2 ناديين بينافسوا على القمه ويبقى العمليه حبيني كده وحب ومفيش منافسه ولا في اي تنشنه خالص معاهم في الموضوع. مش حتى المدرب قال لك يعني مش بيراميدز والزمالك كانوا الاثنين بيشتكوا من الحكام المصريين. بس اول ما الاهلي دخل يعني الزمالك كان هيتسحب. فاكرين البيانات بتاعت الزمالك اللي هي كان 17 نقطة كده لما قال لك لازم تتنفذ عشان لو كده هنتسحب. كان اولهم الحكام ولازم يتغير الحكام ويعمل لنا ايه في الحكام والتحكيم الاجنبي ما حصلش اي حاجه. هتيجي تقول لي طب ما انت اتسحبت. كنت هتتسحب وما اتسحبتش في الاخر خدنا عرفنا ناخد 3 نقط منه. هتقول لي اتحسب لك 3 نقط عشان اتغيرت اللائحه ومش لائحه. ما علينا عرفنا ناخد منهم حاجات. ما عادش تاخد اي حاجه ورجعت كملت عادي. مع اني ما كنتش مع ده اصلا. ما حدش معظم الاهلاويه ما كانش مع القرار الانسحاب ده. فاحنا استفدنا ب3 نقط اصلا. معلش.
واتخصم مش عارف، كنا خايفين من الزمالك ولا كنا خايفين يا كابتن محمود. ما علينا. يجي بقى المدرب بتاع بيراميدز بالتليفون كده في المؤتمر الصحفي، يطلع يقول لك الحكم ده اوفسايد، الحكم احنا لنا ضربه جزاء، وما بيتكلمش عن الماتش ده. يقول لك 7 ماتشات لعبتهم قدام الزمالك كلهم الماتشات اللي خسر فيها مشاكل تحكيميه. طب منين يا عم بيراميدز معكش مشاكل هو بيراميدز الاداره، يعني الاداره حاجه والمدرب حاجه؟ طيب ولا انتوا ما فهمتوش المدرب على الفول ان ده النادي يحب معانا، وده مش زيه زي الاهلي، زي ما ابراهيم عادل قال لك هنا في مكافئات وهنا ما فيش مكافئات، هنا في روح هنا ما فيش روح والكلام ده. المدرب قال لك بالتليفون وطالع بيتكلم في المؤتمر اللعيبه والتحكيم ومش التحكيم وكل المباريات اللي لعبها كان فيها تحكيم بيظلم بيراميدز. يجي بيراميدز الناحيه الثانيه، لا ده التحكيم المصري، انا مع التحكيم المصري. ما هو ليه بقى؟ عشان النادي الاهلي. اي حاجه بقى تضايق النادي او تغيظ النادي او مش مع النادي الاهلي، هو يبقى ضدها على طول، ضد التيار على طول. اعمل لك مكافآت ضد النادي الاهلي لو كسبت. ده من الزمالك لا مفيش مكافآت، عادي، ده اخونا وحبيبنا وكله تمام. فدي قصه بيراميدز والزمالك، الاثنين اخوات واللي يجي مش عارف ايه اي كلام يعني. احنا نبوس ايد اللعيبه، والله العظيم ما كانش هيحصل الهري ده كله لو احنا بنكسب. لو احنا اول الدوري، انا مش فاهم اصل احنا ما خسرناش ولا ماتش في الدوري غير ماتش بيراميدز. هو الدوري كله لعبنا كام ماتش احنا؟ لعبنا الدور الاولاني كام 19 ماتش ولا كام ماتش 20 ماتش، وادي الدور التاني ما خسرناش غير ماتش واحد بتاع بيراميدز. بس تيجي تشوف كميه التعادلات بقت 17000 تعادل، تضربهم في نقطتين، ما كل تعادل بيخسرك نقطتين. يعني اقل حاجه 20 ماتش ب 20 بونت، 10 ماتشات قصدي 10 ماتشات تعادل في نقطتين ب 20 بونت. تخيل بقى لو انت معاك ال 20 بونت دول وانت 44، كان زمانك 64. كان زمانك خلاص بتحتفل الدوري من 3 4 ماتشات فاتوا. كان زمانك بتحتفل الدوري من اول الدور الثاني بتاع الدوري. انت اللي وصل اللعيبه دي وصلتنا. مش مطلوب منكم والله انكم تصالحوا الجمهور وتلعبوا ال4 ماتشات دول رجاله ويبقى في روح. ومش عايزين مش يعني ايه لو ما خدناش الدوري؟ ما هو عادي، ما ده مش فاهم، مش كل سنه هناخد الدوري يعني. مش كل سنه هناخد كل حاجه يعني. ما خدناش افريقيا، مش اخر 7 افريقيا واخدين منهم 4. هنقعد حتى لو ما خدناش السنه الجايه يبقى اخر 8 افريقيا واخدين منهم 4. اللي بعدها يعني هنقعد بتاع 50 سنه عادي يعني. عادي لو ما خدناش يعني، لو قعدنا 10 سنين كمان قاعدين هنيجي نقول لك احنا اخر 15 سنه واخدين 5 افريقيا. طب فيها ايه ده؟ ما هو ما فيش حد عمل كده. بس مش عايزين نعيش، مش عايزين نعيش على الماضي والله، ده كتير. الناس هتاخد على كده، ما هو عايزين الجرعه، ما هو ده اللي بيضايقنا، ان احنا بنبقى مستنيين الجرعه من النادي الاهلي. ما ده اصل الناس بتطلع تقول لك عادي يعني، مش مشكله الدوري ده، مش مشكله افريقيا دي، مش مشكله الكاس ده، مش مشكله نطلع مثلا، مش كل حاجه هناخدها عادي لازم. بس فين؟ ما هو انت اللي ما احنا اتعودنا على كده. طيب نعمل ايه؟ هو فرحتهم المبالغ فيها او اللي هم فيه مش عشان لا اللي هم وحش، معهمش فلوس والارض والمشاكل ومش عارف ايه وعملوا كده. ما كان بيبقى معاكم فلوس ومعاكم اللعيبه ومعاكم الدنيا كلها عادي وبتخسروا، ما بتاخدوش اي، او عندكم الاستقرار عادي وعندكم المكافآت عادي وعندكم كل حاجه، كل حد بياخد حقه عادي وكنتش بتاخدوا اي حاجه عادي. مش عشان كده، عشان هما اصلا مش فاهم نعمل ايه يعني. هما مش عشان في اصلا ناس منهم والله العظيم، مش عشان هما هيخشوا افريقيا، مش عشان هما خدوا الدوري هما عشان الاهلي. مش هو ده اسوأ فتره في تاريخ الاهلي بقى، ولا حد يقول لك ده حقبه زي اللي فات. ما الاهلي ده اسوأ فتره واسوأ لعيبه واسوأ روح واسوأ مدير فني اسوأ فتره اصلا في تاريخ النادي. مش فاهم يعني ايه نتعادل بتاع 10 12 ماتش في الدوري؟ يعني ايه؟ مش فاهم والله. حد اهلاوي فاهمها لي يعني ايه؟ طيب يعني احنا اصلا مش واثقين في امل، في امل، بس نكسب بيراميدز بكره يا جدعان. نكسب بيراميدز يوم الاثنين، ما فيهاش اي كلام تاني. نكسب الزمالك يوم الجمعه، ما حتى لو مش هناخد الدوري نكسب ده ونكسب ده. حتى لو مش هناخد الدوري يعني تفهموا اللعيبه كده، تفهموا الاداره كده، تفهموا المدرب كده. حتى لو ما خدناش الدوري نكسب. مش هنعتمد ان احنا هم يخسروا او يتعادلوا وانت ما تكسبش ولا ما تكسبش ماتشاتك كلها، ونرجع في نفس الحسبه نقعد نحسب. واحتفالهم حلو واحتفالهم مع الجمهور حلو، والحاجات اللي عمالين يعملوها على السوشيال كلها حلو. سيبهم يفرحوا لحد ما يمكن انت تعملها في الاخر. يمكن الفرح بتاعهم ازاي ده يتقلب عليهم في الاخر.
هم عاملين حاله حقهم. طيب ما المشكله ان هو في اوقات حقهم بيكسب بره وبيكسب جوه، في افريقيا بره افريقيا، ارضه بره ارضه. بيراميدز اللي المفروض اصلا ينزل عادي، اللي هو الطبيعي ان هو ينزل يخسر، اصل زي ما هو بيقول لك برضو الطبيعي ان بيراميدز يكسب. على اساس ايه؟ هو بيقول لك على اساس المواجهات ايه يا ابو المواجهات؟ مش فاهم. ما تشوف انت الماتشات، انت فايزين على بيراميدز قد ايه اصلا؟ احنا اصلا من ساعه ما اتعمل من ايام الاسيوط، طيب فايزين عليه قد ايه؟ ما تجيش بس اي كلام. انت بتكسب البيراميدز، كعبك انت عالي عليه، بس ما تجيش تقول كعب هو اللي عالي. وبقت الناس بقى دخلت ايه اللي يغيظوا النادي الاهلي، لازم أن يدخلوا النادي الاهلي في جمله مفيده. شوف جمهور الزمالك بيعمل ايه، مش الجمهور اللي بيرمي. شوف اللعيبه بتعمل ايه، مش اللعيبه اللي ما عندهاش روح. شوف الجهاز الفني المصري مش عارف ايه. شوف ليه ليه تلقيح؟ مش فاهم يعني ليه تلقيح؟ يعني ما هو مثلا الجمهور ممكن من حقه ينكش في الجمهور التاني، او ينزل بوستات، او يعمل الكومنتات، او يتريق، او يحفل. ما ده جمهور في الاخر. واحد اهلاوي بيقدم، واحد زملكاوي بيقدم محتوى، ممكن يحفل ده برضه في الاخر حقه. لكن مذيعين وناس محللين وناس بيطلعوا قنوات يطلعوا يتريقوا او يلقحوا على النادي الاهلي، طب ليه؟ طيب ما يمكن يلسعكوا في الاخر على قفاكوا عادي. وده الطبيعي على طول بتحصل، حصلت في 2019 قبل كده. بتحصل على مش على طول نبقى حلوين. وبيبقى على فكره معظم الدوريات اللي احنا خدناها مش لازم نبقى حلوين اصلا في الدوري. ممكن نبقى حلوين في الدوري وما ناخدش الدوري. استفدتوا ايه بالتلقيح ولا ايه؟ ان شاء الله نكسب بيراميدز، ان شاء الله نكسب الزمالك، وهيبقى فاضل لنا انبي، وهيبقى فاضل لنا المصري. وان شاء الله هم يتعثروا عادي، ما نكسب ده ونكسب ده ان شاء الله. حتى لو الزمالك فاز على انبي في الماتش ده ان شاء الله يتعادل مع هيبقى فاضل له مين؟ هيبقى فاضل له سموحه، هيبقى فاضل له سيراميكا. يخسر من سيراميكا حتى، او يتعادل مع ده ويتعادل مع ده، يبقى خدنا الدوري. لو هو اتعادل ماتش، اصل هو هيتني الدوري لو احنا فزنا اصلا ما تحسمش بس احنا اصل الناس بتقول لك الزمالك اللي في ايديها اللي في ايديها ايه؟ ان هي تحسم اللي هي اللي في المتحكمه في الدوري دلوقتي. لا مش متحكمه ولا. لو احنا يعني احنا برضو لو احنا فزنا الزمالك وفزنا بيراميدز ورا بعض لسه، حتى لو هو فاز الماتشين بتوعه او كده، خسر في ماتشين، هيبقى فاضل له ماتشين. يبقى مين المتحكم برضو؟ ما احنا لو خسرنا احنا بيراميدز وخسرنا الزمالك، ما خلاص ما ضاع، ما احنا برضو متحكمين. بس ان شاء الله هنكسب، هيبقى الدوري شغال لاخر وقت معانا، لاخر ماتش. يمكن يتعادل الماتش الاخير اللي قبل الاخير والماتش الاخير عادل بتاع سيراميكا. ممكن يتعادل الماتشين، ما خلاص ما احنا خدنا الدوري لو اتعادل الماتشين واحنا كسبنا ماتش الزمالك. فخر امل ورا النادي، ورا النادي مش ورا اللعيبه، لاخر دقيقه ولا اخر ماتش ولاخر الامل. بس احس ان في حاجه، بس شوف بس بعد ال 15 يوم راحه، مش عارف 15 يوم راحه بتعملوا ايه 15 يوم راحه؟ يمكن في حاجه اتغيرت. بس ما يجوش من راحه يقول لك ده كانوا مرتاحين، ده كانوا في راحه. بس ما ده بس ما يكونوش مرتاحين. الناس بتلعب بقى كل يوم، الزمالك بيلعب يوم ويوم، ما يبقوش مرتاحين ويجي يقول لك ده كانوا في راحه. ما كان ان شاء الله خير.